قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. الله أكبر. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أنعم الله عليهم بالنعم وكفروا هذه النعم، لم يقابلوها بالشكر، لم يشكروا الله جل وعلا إذ أنعم عليهم بهذه النعم، بل قابلوا هذه النعم دينية أو دنيوية بالكفر والجحود. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. عقاب من الله جل وعلا، جهنم يصلونها بسبب كفران هذه النعمة. وقال الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أخبر الله عز وجل عن أقوام أنهم يعرفون الخير، يعرفون نعم الله جل وعلا عليهم، ومع هذا ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، جحود عظيم. لم يعترفوا بنعمة الله جل وعلا، لم يعترفوا بنعمة الله جل وعلا. فإن من اعترف بنعمة الله جل وعلا أذعن له وانقاد له وخضع له واستجاب لأمره وانزجر بزجره له. هذا دليل معرفة الله جل وعلا وشكر هذه النعمة. قال الله جل وعلا أيضا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. انظر يا أيها الناس، مثل ضربه الله جل وعلا عل العباد أن ينزجروا، عل العباد أن يخافوا، عل العباد أن يتعظوا. فالله جل وعلا ضرب هذا المثل العظيم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ما شكروا نعمة الله جل وعلا، ما ردوا الجميل إلى من أعطاهم هذه النعم. فكم من أناس كانوا في نعم يتقلبون بها ليل نهار فلم يشكروا هذه النعم أخذها الله جل وعلا عليهم. كم من بلدان كانت آمنة ولم يشكروا هذه النعمة. ولا يخفاكم ما جرى وما يجري في أرض اليمن حين كان هذا البلد في أمن وأمان مع وجود شيء من الفساد لا ينكر. فأبى أولئك الأثوار الذين خرجوا إلى الطرقات بالاعتصامات والمظاهرات. وانظروا كيف صار حال اليمن، تبكي جبالها ووديانها وسهولها من جراء أولئك الذين خرجوا إلى الطرقات لم يشكروا نعمة الله جل وعلا على الأمن الذي كان فيه. وكيف كانت الأسعار في ذلكم الزمان، وكيف الآن يا عباد الله. لو لم يكفي من جرم أولئك إلا أنه الآن يسب أصحاب رسول الله علنا على المنابر، لا ينكر أحد ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. ما شكروا نعمة الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عقاب من الله جل وعلا. فكل من أعطاه الله جل وعلا نعمة ولم يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة انتظر زوال هذه النعمة،
انتظر ذهاب هذه النعمة، أي نعمة كانت، مهما مرت الأيام والسنون، لأن الله جل وعلا قد وعد أن من عرف هذا الجميل زاده، فقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عرف هذا الجميل فشكر لربه سبحانه وتعالى، فتوعده سبحانه بالزيادة. ولئن كفرتم لم تعرفوا هذا الفضل إن